خلينا نخش على الاستراتيجي اللي بعد كده. واحدة من أهم استراتيجيات التسويق واللي ما بتعجبش كتير من أصحاب البيزنس، وهي إعطاء قيمة مجانية للعميل الخاص بيك، سواء كانت تلك القيمة تعليمية، معنوية، مادية، أيا يكن، ولكن لازم تدي للعميل قيمة مجانية. خد بالك، أنا هنا ما بقولكش على الاستراتيجي اللي فاتت إن أنت تدي قيمة للعميل مقابل تواجده في الصفحة بس، لا، أنا عايزك تديله قيمة بشكل عام، قيمة مجانية بشكل عام. يعني وليكن مثلا، خلينا أديك مثال. لو أنا عندي براند ملابس حلو، وصحيت النهارده الصبح قررت ان انا هدي للعميل الفلاني تي شيرت مجانا او جاكيت مجانا، بدون اي اسباب، بدون ما يعمل اي حاجه، تفتكر انا هنا هستفاد ايه؟ هستفاد حاجات كتيره جدا. مبدئيا العميل ده هيبقى واثق في المكان بتاعي بنسبه 100%، دي رقم واحد. فالعميل لما يبقى واثق فيا، هو مش هيشتري مره واحده، هو هيشتري مره واثنين وثلاثه، وانا هبقى كسبت العميل ده. طب هكسب ايه تاني؟ هكسب واحده من اهم انواع التسويق، وهي التسويق الشفهي. يعني ايه التسويق الشفهي؟ يعني خليني كده نفترض ان انت العميل، وصحيت النهارده الصبح لقيتني باعت لك رساله من البيزنس عندي، وبقول لك اهلا بحضرتك يا فندم، احنا مبسوطين ان حضرتك موجود عندنا على البيج، وقررنا ان احنا ندي لك الهديه واحد اتنين تلاته. انت وقتها هتبقى مبسوط، وهتبقى مستغرب ان حد بيعمل كده، وهتبقى متفاجئ، وبالتالي هتبتدي ان انت تتكلم عن الموضوع. يعني ممكن تنزل النهارده مثلا على القهوه، او هتنزل تقابل صحابك، تقول لهم على فكره انا الصفحه الفلانيه كلمتني النهارده الصبح وبعتوا لي المنتج الفلاني، والكواليتي بتاعتهم طلعت كويسه، والجاكيت فعلا طلع حلو، ممكن اصلا تلبسه وتنزل بيه. ممكن كمان تصور الجاكيت وتنزل بوست على فيسبوك ان الصفحه واحد اتنين تلاته كلموني النهارده وادوني هديه، وشكله يوم حلو مثلا النهارده. فانت بتبقى بتعمل تسويق شفهي للشركه، بتعمل تسويق شفهي للبراند اللي اداك الهديه. فبالتالي التسويق الشفهي ليه مهم، وليه بنقول عليه واحد من اقوى انواع التسويق؟ لان تخيل كده، انت شفت اعلان النهارده عن البراند الفلاني، بيقول لك ان الجاكيت بتاعنا خامات عاليه وكواليتي محترم و هل هتبقى واثق فيه زي ما واحد صاحبك يجي يقعد معاك يقول لك على فكره انا اتعاملت مع الشركه الفلانيه والخامات بتاعتهم فعلا كويسه، انا اكلت من المطعم الفلاني وفعلا الاكل بتاعه كويس؟ انت بتبقى واثق في كلام صاحبك بشكل كبير جدا، ما بتفكرش بعديه اصلا. خلاص، طالما محمد جرب المطعم ده وقال عليه كويس، يبقى انا فعلا عارف ان المطعم كويس وهجربه وانا مطمن. فعلشان كده بنقول ان التسويق الشفهي واحد من اقوى انواع التسويق. تمام؟ فانت لازم دايما تدي للعميل بتاعك قيمه مجانيه عشان يقدر ان هو يثق فيك بشكل كبير. هتكسب العميل بشكل مستمر، هيشتري منك مره واثنين وثلاثه، وكمان هيعمل لك تسويق شفهي، وهتبقى انت الكسبان.